مهالك الرجال في ثلاث، والله ما وقع أحد في شرها رجل أو امرأة إلا وضاع دينه وحرمت مروءته وذهبت البركة من حياته. فاحذر وانتبه من هذه الثلاث أرجوك. المهلكة الأولى الخلوات، وفي الخلوات يظهر إيمان العبد من نفاقه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث: لأعلمن أقوام من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال تهامة بيضاء فيجعلها الله هباء منثورا. فالصحابة تعجبوا، قالوا: صفهم لنا يا رسول الله لكي لا نكون منهم. فقال عليه الصلاة والسلام: ألا إنهم منكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل ما تأخذون، ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. المهلكة الثانية المال، وما أدراك ما المال. قال عليه الصلاة والسلام: إن لكل أمة فتنة وإن فتنة أمتي المال. إن بعض الناس يضعف أمام المال فيغذي أبناءه الحرام. إن الجسد الذي نبت على السحت فالنار أولى به، كما قال عليه الصلاة والسلام. المهلكة الثالثة وهي النساء، ما فتن بها أحد إلا وذهبت مروءته إلا وحل به الفقر. قال عليه الصلاة والسلام: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وقال عليه الصلاة والسلام: اتقوا الدنيا والنساء، إن أول فتنة ببني إسرائيل هي النساء. فاتقوا هذه الثلاث واحذر وانتبه منها. بارك الله فيك.